هقول لك اخطر 5 حاجات ممكن تكون بتعملها دلوقتي من غير ما تحس، وهي السبب الرئيسي اللي بيخلي موقعك معرض للاختراق او سرقه البيان. انا ريمون رافت، مؤسس لوتسيرب للبرمجيات، خبرة 15 سنة، هعرفك الغلطات اللي ممكن تقع فيها. أول غلطة بتحصل من ناس كتير إنهم ما بيعملوش تحديثات مستمرة. التحديثات مش رفاهية، دي أول وأهم خط دفاع ضد أي ثغرات بتظهر، وخصوصا لو موقعك معمول بالووردبريس. وهنا الوضع بيكون أخطر، لأن أي بلجن أو قالب مش متحدث ممكن يكون باب مفتوح للهاكر. تاني نقطة، الباسورد الضعيف. لو بتستخدم كلمات مرور سهلة زي 1 2 3 أو أدمن 1 2 3، فأنت فعلا بتقدم للهاكرز دعوة مفتوحة إنهم يخشوا الويب سايت بتاعك. عشان كده لازم تستخدم كلمات مرور قوية ومعتمدة ومتغيرة بشكل دوري. ثالث غلطة شائعة هي عدم وجود نسخة احتياطية أو باك. تخيل الموقع يتهكر أو يحصل عطل في السيرفر ومفيش أي نسخة تقدر ترجع لها، ده معناه إن كل شغلك ممكن يروح في لحظة. وخد بالك، النسخة الاحتياطية لازم تكون خارجية ويتم تحديثها بانتظام. رابع نقطة، الصلاحيات. كتير من أصحاب المواقع بيسيبوا لوحة التحكم مفتوحة لأي حد بيشتغل معاه وبيدوهم صلاحيات كاملة. لازم تراجع الصلاحيات دايما وتحدد دور كل مستخدم بدقة، وتابع الأنشطة اللي بتحصل جوه الموقع. خامس حاجة مهمة جدا هي إن الموقع ما يكونش عليه شهادة الأمان SSL. الشهادة دي بتحمي البيانات اللي بتتبادل ما بين المستخدم والموقع. لو مش موجودة، أي معلومات زي كلمة السر أو بيانات الكروت ممكن تتسرق بسهولة. كمان وجود ال SSL بيأثر على ترتيبك في جوجل، ثقة الناس في موقعك. لو موقعك شغال دلوقتي، اسأل نفسك سؤال واضح: هل أنا مأمنه فعلا ولا سايبه مفتوح لأي تهديد؟ لو عايز تعرف إزاي تحمي موقعك بنفسك خطوة بخطوة، ابعت لنا وهيتم الرد عليك في أسرع وقت.